السلام عليكم. ماتش الاهلي وسان داونز، ميلودي سان داونز، عقدة الاهلي في افريقيا. الماتش اللي كنا كلنا مستنيينه ومتخوفين وبنقول هنشيل سكور والدنيا صعبة والاهلي وحش وكلام كتير، واختلفنا هل كولر يمشي قبل الماتش ولا بعد الماتش ولا على حسب نتيجة الماتش وكل حاجة. والحقيقة هنا لازم اشيد بدور الكابتن محمود الخطيب. يعني انا قلما، وانت لو عارفني هتعرف ان انا يعني دي مش عادتي ان انا اطبل لاي حد ولا الاداره او كل الكلام ده، بس الدور اللي قام بيه في الفتره اللي فاتت وتواجده مع البعثه ادى للاهلي تقل من ناحيه ان كبير العيله موجود، تقل للمدير الفني اللي قال له احنا في ظهرك ومعاك، برغم ان كل الكلام طالع على ان مارسيل كولر ماشي ومش هيكمل مع الاهلي في كاس العالم للانديه. اختصارا عشان ما اضيعش وقتك، الاهلي بدأ بتشكيل غريب النهارده، هو 5-3-2 أو الخمسة 2-3 على حسب بقى ما انت تشوفها. بس بصراحة شديدة كولر ذاكر ميلودي سان داونز كويس قوي، ودي من الماتشات القليلة قوي لكولر انه يلعب بواقعية ويلعب بتكتيك عالي، ومن الماتشات القليلة أيضا للعيبة إنها تبقى كلها على قلب رجل واحد. بصراحة شديدة الأهلي بيبتدي ماتش بالشناوي في حراسة المرمى، قدامه 3 مدافعين، رامي ربيعة في النص، على اليمين أشرف داري، على الشمال ياسر إبراهيم، باكين متحفظين وهم محمد هاني ناحية اليمين، مصطفى العش ناحية الشمال. فالخماسي خط الظهر ده فيهم 4 بيلعبوا مساكين أصلا. خط الوسط مروان عطية لعيب 6 بيعاونوا في نقل الكرات اللي قدام، هو احمد رضا اللعيب التمانية الوحيد اللي عندك تقريبا في السكواد بتاعك جنب عمرو السولية. قدامهم على اليمين طاهر، على الشمال نجم المباراة الاوحد والاول امام عاشور، قدامهم جراديشار، واحد من اتقل اللعيبه واتقل الفراوده الاهلي قدر انه يوقع لعيب زي ده معاه في السكواد. الماتش بيبتدي ميلودي سان داونز عايز يدخل بسرعه في الجيم، الاهلي بيعمل ضغط عالي على فترات وميدل بلوك على فترات معينه. الخطوره يمكن ما كانتش موجوده قوي بالنسبه لا للاهلي ولا للصن داونز. صن داونز حاول يستحوذ، بدا صن داونز المبادره الهجوميه، بيرد الاهلي ب برضه محاولات فرديه وعنتريه لامام عاشور نجم الماتش والوحيد اللي كان داخل الماتش ركبه مش بتخبط على الجيران. يعني لعيبه الاهلي كلها داخله خايفه، وكلها داخله في ذاكرتها الخماسيه والخماسيه اللي قبلها كمان، لكن امام عاشور الوحيد اللي كان داخل مدي ثقه لنفسه ومدي ثقه للي معاه، الوحيد اللي كان بيحاول يعدي 1-على-1 1-على-2 كمان. ميلودي سان داونز بيقدر انه يوصل لمناطق الخطوره بتاعت الاهلي من العمق، مش من الاجناب، لان الاجناب مقفوله ضبه ومفتاح، لكن العمق كان الى حد ما كان فاضي شويه، لان مروان عطيه الوحيد اللي قدر انه يعمل عمق في نص الملعب. احمد رضا يمكن برضه لعيب مش تقيل، لعيب خفيف شويه، فبالتالي سان داونز كان بيلاقي اسهل طريقه انه يروح بيها لمرمى النادي الاهلي هو من العمق، ولكن ما كانش قادر بقى خلاص يكسر الخطوط الخلفيه. يعني كان بيوصل على حدود ال 18 فيشوط كوره تطلع، كوره تعدي جنب القايم بتاعه، لكن ما فيش خطوره. ما اقدرش اقول لك ان الشناوي شال حاجه مثلا طول الماتش، تقريبا ما شالش حاجه الشناوي. كورتين لامام عاشور، كوره منهم محاوله فرديه وبيعدي من ناحيه شماله وبيشوط كوره بيمسكها ويليامز، الحارس المحترم بصراحه ويليامز بتاعهم. كرة تانية عرضية برضو بتتلعب إمام عاشور بيخطفها بدماغه برضو بيمسكها ويليامز. الأهلي كان شكله كويس، كان قادر إنه يعني يعطل مناطق التمرير بتاعة ميلودي سان داونز، التزام تام من كل اللعيبة. في قرارات فردية إلى حد ما مش قد كده، ولكن مقارنة بمعطيات الماتش لا، الأهلي أدى شوط أول ممتاز بالنسبة للي احنا كنا متوقعينه. يعني عشان بس نبقى متفقين إن احنا كان عندنا نظرة تشاؤمية بالنسبة للمباراة. يبتدي الشوط التاني قلنا يمكن هيعدي مثلا ربع تلت ساعة، وبعد كده هنبتدي نغير ونطلع لقدام وكل حاجة، برضه نفس الوتيرة. ميلودي سان داونز بيستحوذ، إمام عاشور هو الوحيد اللي عنده الثقة، ولكن مخزونه البدني كان استنزف بشكل كبير جدا في الشوط الأولاني. مفيش خطورة حقيقية على مرمى النادي الأهلي، كلها محاولات من بعيد لبعيد، وبدأوا بقى يلجأوا له كورة طويلة.
يعني سان داونز اللي كان بيحضر وبينقل كتير واللعيبه تروح وتيجي وتشفت اماكن وكل الكلام ده بدا خلاص يزهق ويمل، فبيبقى عايز يكسر التكتلات بكور طويله برضه بيقابلها لعيبه النادي الاهلي اللي واقفين صح. ويمكن اللي ما عجبنيش اكتر واحد يمكن في الاهلي ما عجبنيش النهارده محمد هاني. محمد هاني كان في بعض القرارات الفرديه مش قد كده، يعني تحس ان هو عايز يلبس كوبري اللعيب في تلت ملعبنا مثلا، حاجات كده برضه يعني ايه، ما يمنعش من شويه حاجات انت بتشوفها من لعيبه النادي الاهلي، ولكن اجمالا كاجمالا الشكل كان كويس. الاهلي بيجيب جول عن طريق جرادياشار ولكن هو اوفسايد على اشرف طريق، مظبوط صحيح مليون في الميه. جراديشار بيخلق محطة حقيقية لعيبة الأهلي اللي بيقدروا يطلعوا عليها، ولكن الكثافة العددية ما كانتش بشكل المميز اللي يقدر يطلع على أكتر من لعيب، وما كانش بيلاقي ممكن معاه غير أوبشن ولا اتنين، هو واحد منهم إمام عاشور والتاني طاهر فقط لا غير. طاهر ما كانش ليه محاولات هجومية غير الكرة اللي عملها جراديشار ريحها إمام عاشور لطاهر اللي المفروض كان يدخل بدماغه أو برجله يحطها في الجول، ولكن حطها ضعيفة بتخبط في المدافع. كرة تانية برضو للاعيبة النادي الأهلي، يعني تحس انه لا في احسن من كده. انت النهارده في الشوط الثاني كان شكلك احسن. سان داونز بدا يزهق، انت زهقته حرفيا، كان لحد عليك لحه ما شفتهاش في لعيبه الاهلي قبل كده، وكان ليك افكار هجوميه في نفس الوقت، ولكن افكار هجوميه مش فعاله لان انت عايز تطلع بالنتيجه السلبيه. وهقول لك في الاخر النتيجه دي من وجهه نظري ايه. فين وفين يا مؤمن في الدقيقة 86 تلاقي أشرف بن شرقي نازل وأكرم توفيق نازل مكان أحمد رضا وجراديشار اللي استنزف خلاص بقى بدنيا وجسمانيا وكل حاجة، وتغييرة متأخرة قوي لأشرف بن شرقي، لأن أنت ملامحك الحقيقية وإنك أنت بدأت تزق خطوطك وبدأت خلاص إنك أنت تطمع في الجيم بدأت يمكن من الدقيقة 70. طب كان احنا دايما معترضين على كولر انه بيغير من الدقيقه 70، انا ما كانش عندي مشكله كنت تنزل اشرف بن شرقي لانه كان يقدر يعمل حاجه. اشرف بن شرقي بيعمل بعض من النوش في الخط الامامي وبيجيب جول لكن اوفسايد برضه صريح مليون في الميه، وبتنتهي المباراه بالتعادل السلبي وسط ارضاء تام من جمهور الاهلي. اول حاجه على اداء لعيبه الاهلي والشكل اللي ظهرنا بيه، وان كولر من النوادر والماتشات القليله اللي يقدر يدير مباراه من خارج الخطوط، ولكن يبقى التحفظ على كولر في عدم الابداعيه، في عدم قلب سير المباراه اثناء المباراه. يعني هو لو ما بداش كويس واللعيبه كانت فايقه خلاص انسى، مش هيقدر انه يعمل تغيير يقف على الخط يزعق اللعيبه يغير رتم، ده مش موجود. توقعاتنا كانت قبل المباراة بتشير لإن إحنا مش هنؤدي وإن إحنا ربنا يستر من الخسارة ويا رب حتى لو خسرنا ما تبقاش خسارة موجعة، ولكن أنت من كتر ما أنت مش مصدق أو أنت كلاعب النادي الأهلي مش مصدق إن السان داونز كان وحش النهاردة، أنت كنت يعني مديهم أكبر من حجمهم، مع إن هو بان يعني خلال أول ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة الشوط الأولاني بان سان داونز مش هو سان داونز اللي احنا متخوفين منه. فكان حقك انك تبقى طماع اكتر من كده، لان التعادل السلبي هي اسوأ نتيجة في المواجهات المباشرة. شوف يا صديقي، انا عندي قناعاتي انا احمد ابو شادي ان انا اخسر 2-1 واحد، وخلي بالك من كلمة واحد دي، ولا ان انا اتعادل 0-0، لان 0-0 دي نتيجة يعني هتخليك قاعد على شوكة على شوكة طول الماتش اللي جاي ده، الماتش العودة. انت عايز تكسب باي شكل باي طريقة ولازم تكسب وتحط جول لو ربنا كرمك بجول، وتبقى قاعد بقى على الماتش على شعره بقى. افرض بقى التعادل وجابوا جول، وخلي بالك ان افريقيا بتعترف بالجول اللي خارج الديار، يعني لو 1-1 يبقى انت طلعت. فماتش اللي جاي ماتش صعب جدا. 0-0 هي نتيجة مقبولة جدا فقط مش ممتازة، مقبولة جدا، لان انت لسه في شوط تاني ويا ريت ما نبالغش و يعني ما نأفورش في فرحتنا بتعادل، لان انت النادي الاهلي مهما كانت ظروفك مهما كان اسم المنافس، انت بتلعب في افريقيا ما بتلعبش كاس عالم عشان تفرح انك تعادلت مع سان داونز. سان داونز نتائجه سلبيه جدا خلال البطوله وطلع تاني وبيترنح، مش هو سان داونز. بس انت برضه وضعك زي الزفت يعني، فهو ايه، هو اتنين بيلطشوا في بعض يعني، فاهمني؟ مش هقدر احكم حكم نهائي غير بعد ماتش العوده.
مرضي النهارده الى حد كبير، بس انا لسه عندي شوط تاني، ولسه عايز اتفرج على المدير الفني هيعمل ايه في ماتش العوده، وهيديره ازاي، وهيلعب على سياسه الواحد صفر ولا لا. ماتش الترجي بتاع الفاينل السنه اللي فاتت اللي جبنا جول في اول دقيقتين وقعدنا 90 دقيقه ندافع، 90 دقيقه ندافع، وقاعد على ايه، قاعد على شوكه، قاعد على مسمار. تخيل كده انت قاعد على مسمار 90 دقيقه مش عارف ايه اللي هيحصل، خايف من جول. كنت برضه اتعادلت مع الترجي 0-0 وجيت هنا كسبت بجول رامي ربيعه 1-0. ربنا يستر. بدايه لكولر. يعني انا تسالني وجهه نظري، شايف ان كولر شطب، حتى النهارده عامل افكار مختلفه وكل حاجه، ولكن خلاص الماتش ده ما طلعش كده ومشي بالشكل ده غير لما بقى فيه كبير. ومش منطقي ان انا هجيب كابتن محمود الخطيب يسافر ولا يقعد ولا يدخل معسكر مع فرقه كل مره، لان هو في الاول وفي الاخر رئيس النادي الاهلي، مش رئيس قطاع الكوره ولا المدير الفني. ده هو جاي معاك مره، مش هيجي معاك كل مره. يمكن الدنيا اتلمت شويه، ما حصلش نوش، اوضه اللبس كان مقفول عليها احتراما فقط لكبير العيله. ولكن في مشاكل عند كولر، في مشاكل لازم يمشي بعد ماتش سان داونز ايا تكن نتيجته ايه. لو انت عايز تحافظ على الفرقه دي وعلى استثماراتك اللي دفعتها في اللعيبه، مشي كولر بعد ماتش العوده ايا تكن النتيجه، وهات مدير فني يكمل الدوري، يكمل افريقيا لو تاهلت، احسن لك 100 مره. وخاصه ان انت لو اتاهلت ان شاء الله هتلعب ماتش الذهاب النهائي 24/5، يعني معاك اكتر من شهر، معاك اكتر من شهر تقدر ان انت تجيب مدير فني يستوعب الفرقه ويقود الفرقه للفوز بدوري ابطال افريقيا. ربنا يسهل ان شاء الله نشوف النادي الاهلي بيتاهل بشكل كويس او باي شكل، انا موافق تمام. ونتأهل إن شاء الله لفاينل أفريقيا اللي بنتمناه بيراميدز، مش عشان الحس الوطني والكلام الفاضي ده، ولكن بنتمنى بيراميدز عشان تبقى هنا في مصر وسط جمهورك ذهابا إيابا، تقدر تسهل لك الثالثة عشرة يا أهلي، وتقدر تسهل لك البطولة بشكل كبير. هتبقى وسط جمهورك، وسط وعلى أرضك، مهما تكن يعني دفاع جوي ولا استاد القاهرة مش هتفرق. يا رب ما خيبش ظننا في اللعيبه، اللي اختارت انها تبقى رجاله النهارده، اللعيبه اللي اختارت انها تبقى رجاله النهارده، ويكرمنا ان شاء الله في المباريات المقبله. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات لاحقه. تصبحوا على خير، السلام عليكم.